اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. مساء الهنا والسكر والسعادة على عيونكم يا حبايبي، واللي يشوف الفيديو الصبح يبقى صباح السكر والهنا والسعادة على عيونه. زي ما انتم شايفين يا حبايبي، أنا مولعة البوتاجاز وحاطة الحلة على النار. هنعمله غدا سريع وجميل وكويس مع بعض النهاردة. طبعا حطيت معلقتين زيت، ماشي. ومعايا هنا 6 بصلات، بصل من البصل الصغير ده، بصل أبيض عشان نضيفه للشوربة، ماشي. دي شوربة بط، ماشي. ومعايا جزر، هننزل طبعا بالجزر كده، نديلهم تشويحة بسيطة لأن أنا بنحب نشوح البط صراحة يا جماعة، والله يعني. حبيبي يا رسول الله عليك أفضل الصلاة والسلام. نقلب الكلام الحلو ده كله مع بعضه، ماشي. لا إله إلا الله سيدنا محمد نبينا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. هنا طبعا تشويحة بسيطة كده، وهننزل طبعا بالبطة القمر السكر دي. انا معايا شوية حوايج كده بط صغيرة، ومعايا بطة جميلة كده انا مقطعاها قطع برضو. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. اهوت انا غسلة طبعا البطة زي الفل بخل وليمون وملح ودقيق، مخليها زي السكر، ماشي. وطبعا الحوايج بتاعتنا مغسولة وكل حاجة زي الفل، وايدينا زي الفل ما شاء الله. هنا هنكتف نص البطة بس من ورا، كتف الورق في بعضها زي ما انتوا شايفين. طبعا وهن ننزل بس بمعلقة فلفل اسود. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. لا اله الا الله. هنا طبعا زي ما انتوا شايفين انا مرضتش المنتجة صراحة، التليفون وجع. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. هنا طبعا هننزل بمعلقة فلفل اسود، ماشي. صراحة تشوحوا البط تاكلوا احسن شوربة بط صراحة يعني. لا اله الا الله. هنا طبعا هنحط 3 حبة، 3 ولا 4 حبات حبهان، ماشي. انا مرضتش بقى نحط بقى اي حاجة خالص، ما حطيتش غير بس فلفل اسود وحبهان وورق رولي اللي هو ورق غار بس. مش هنضيف اي حاجة تانية غير كده. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. والطماطم انا مقطعاها، ماشي. هنسيب بقى تتشوح بس 5 دقايق مع بعضها كده، وهننزل بقى بالمية السخنة. المية دي سخنة يا حبايبي، ما تنزليش بمية ساقعة على الشوربة عشان خاطر ما تعملش ريم من على الوش. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. طبعا احنا حطينا البط على النار قبل ما تطيب. انا غاسله الرز بتاعي مولعه الفرن البوتاجاز وغاليه اللبن، ماشي. وراح هنعمل ان شاء الله رز معمر زي ما انتوا شايفين. طبعا ما نملاش العبار بتاع برام الرز علشان خاطر ما لسه الرز هيستوي ويزيد معايا وكده. تعبريه وهو لسه قبل ما تغسليه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يعني انا لو راح هنعمل رز المعمر في فرن غاز مش فرن بوتاجاز، مش هنحتاج اننا نغلي اللبن ولا نعمل اي حاجة ولا نولع الفرن الاول ولا حاجة من ده كله. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. هنا طبعا هنضيف الملح، ماشي. حسب بقى رغبتك وحسب كمية الرز في ايدك. اهوت معلقة ملح كبيرة هنا ومعلقة ملح كبيرة هنا. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. طبعا اللبن انا غليه على النار اهوت، لبن سخن يا حبايبي.
والفرن بتاعي البوتاجاز والع، وحتى المية اللي هنزود بيها سخنة كمان. الله أكبر، الله أعظم، والعزة لله جميعا. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن سيدنا محمد نبينا رسول الله. كده البرايم معايا زي الفل اهيت، هنحطها في الفرن. ماشي حبيبي يا رسول الله. طبعا أنا معايا طبعا البطة على النار والرز في الفرن. ماشي. هنا حطيت معلقتين دهنة، دي دهنة بقري أنا مسيحاها على منها زيت. ماشي. قبل كده كنت عاملاها على القناة. ماشي. هنا حطيت طبعا بصل شرايح، وهنا معلقة فلفل اسود، معلقة كمون، معلقة كركم صغيرة. ماشي. مكعب مرق دجاج. ونقلب الكلام الجميل ده كله مع بعض. طبعا انا مش مشوحة البصلة ولا حاجة يا جماعة، هننزل بكل حاجة ورا بعضها كده. ماشي. هنا طبعا معايا بسلة اهيت، كانت في الفريزر انا مفرزاها. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. وطبعا معايا جزر ومعايا بطاطس. طبعا راح نقلب الكلام الجميل ده كله مع بعضه، وهنضيف كمان معلقة ملح. وبعد كده ان شاء الله هننزل بالطماطم ونسيبها على النار. فاما تدخل في السوا كده نفضيها في طاجن فخار ونحطها في الفرن. وصراحة معلقة الدهنة اللي انا حطاها، وهنحط كمان طبق شوربة هتدي لها طعم جميل كأني عاملاها باللحمة بالظبط يعني. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. ما شاء الله هي زي الفل. هنا هننزل بالطماطم اهو. ما شاء الله زي الفل. هنا كمان معايا بس بنقلب بقى الكلام الحلو ده كله مع بعضه. ماشي. والله العظيم احلى 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 طاجن بسلة بالجزر بالبطاطس في الفرن، حاجة ما شاء الله. شايفين البرايم بتاعتي ختمة وجميلة معايا ازاي؟ زي الفل، عشان انا غالية اللبن وكنت مسخنة الفرن وكل حاجتي مظبوطة. هنا طبعا لازم نرفع البرامة. ماشي. ونخرمها كده علشان خاطر لما نضيف لها الزيت او السمنة او نضيف لها طبعا مية ينزل فيها كويس. انا بنحب يا جماعة ان اني نزود كل برام ربع كوباية مية صراحة يعني، الرز يكون معايا مفرفر وجميل وطلع من الفرن متأكدة منه ان هو طيب ومستوي وجميل. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. زي ما انتوا شايفين هنضيف لكل برام ان شاء الله كده نص ربع كوباية مية، ربع كوباية مية اهو زي ما انتوا شايفين. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. وهنا طبعا الزيت ده بتاع مكان تحمير بطاطس. انا صراحة بنحب الزيت وبنعشق الزيت مكان تحمير البطاطس، نسقي بيه الرز. مش عارفة يعني كل الناس زي ولا انا بس ولا ايه. هنا زي ما انتوا شايفين طبعا الشوربة ما شاء الله، شوربة البط جميلة وزي الفل، ما فيهاش لا ريم ولا فيها اي حاجة. ما شاء الله زي ما انتوا شايفين يا حبايبي. ماشي. وهنا طبعا بعد ما البطاطس استوت معايا والبسلة والكلام الحلو ده كله، وانا حاطه ضفتي جرنين شطة سبايسي اهيت. هننزل بقى كده في الطاجن ونحطها في الفرن 10 دقايق كده ولا حاجة. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. معلقة الدهنة فارقة معاه خالص يا جماعة، زي ما يكون عاملاها بلحمة والله طعمها زي الفل. هنا بقى في الاخر خالص نقدم لكم الغدا بتاعنا النهاردة. شايفين البط متحمر وجميل، وهنا شايفين طاجن الخضار ده زي الفل صراحة ما شاء الله. وهنا طبعا الفتة بالعيش الفلاحي ماشي، والرز ما شاء الله حاجة زي الفل. وهنا شايفين الرز المعمر حاجة زي العسل.
حبيبي يا رسول الله. وطبق الشوربة دي جميل صراحة ما شاء الله. وما تنسوش اللايك وما تنسوش تصلوا على حبيبي المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. ونشوفكم يا حبايبي في فيديو جديد إن شاء الله. ما تشتركوش بالله ما تنسوش بالله عليكم تشتركوا في القناة. شو أنا بقول لكم ما تشتركوش في القناة. ما تنسوش تشتركوا في القناة. ماشي. ربنا يبارك في عمركم يا رب ويحسن ما بين ايديكم.